اهلا بيكم في نونا تشانل، والحلقة رقم 22 من مسلسل جعفر العمدة. لو اول مرة بتشوفوا القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. الحلقة رقم 22 بتبدأ على اني جعفر قاعد مع سيف، لان هو خلاص دلوقتي بالنسبة له سيف ده صديقه بيحكي معاه كل حاجة. فجأة الباب بيخبط، بيتلاقى بلال شامة، لكن طبعا سيف ما يعرفش ان هو بلال شامة، هو ما يعرفش غير ان هو تامر، وانه بياخد حسنة عن طريق فاطمة لما كانت بتديله. لكن مجرد ما بيبص جعفر على بلال شامة والتاني كمان بيبص عليه، بيشيل غبار السنين كلها وبيفتكر على طول ان ده بلال شامة. فمجرد ما بيشوفه بيفضل يجري. فسيف بيقوله طب في ايه اللي حصل؟ طب قول لي، طب فهمني، ده راجل غلبان بياخد حسنة. بيقوله لا، هو ده اللي سرق ابني، هو ده. فبيفضلوا هما الاتنين يجوا وراه. لكن للأسف طبعا بتبقى دلال سبقتهم كلهم بالاتفاق مع الشخص اللي موجود قدامنا دلوقتي، وبتتفق معاه ان هو يخلصها من القصة. فبيقول لها ما تقلقيش، انا هخلصك من الليلة دي. بتقول له بأي طريقة، وأهم حاجة ما تموتش حد غيره. فمجرد ما بيروح طبعا علشان يمسكه، بيكون الحادثة اتعملت في بلال شامة وبيموت بلال شامة في الوقت ده. الصبي بتاع شوقي بيصور دلال هي وبلال شامة، فما بيكونش من شوقي غير طبعا ان هو يستغل الموضوع دوت ويذل دلال. فبيوريها الصورة على الواتساب. مجرد ما بيوريها بيقولها عايزة اشوفك ضروري. فبتقول له طيب حاضر. طبعا مضطر، هي ما قدامهاش حل غير كده. فبيفضل يقول لها طب انت كنت مع بلال شامة بتعملي ايه، وايه علاقتك بيه، وليه بتقابليه، وليه شنطة الفلوس؟ اسئلة كتير كتير ما بيكونش من قدامها غير ان تقول له انا خلصت منه. بيقول لها ليه؟ فبتحكي له القصة اللي حصلت معاها زمان، وبتقول له ان هو طالب مني دلوقتي 15 مليون علشان يخلصني منه. انا ما اقدرش على التمن ده. طلب مني 10 مليون علشان خاطر يوريني طريقه، انا مش عايز اعرف طريقه. وطلب مني 5 مليون عشان اكتب، عشان ما يتكلمش، وطبعا خصافي. فبيقول لها طيب كويس قوي، طب انتي عرفتي طريق الولد منه؟ بتقول له بقول لك انا ما رضيتش، انا جبت واحد يخلصني منه وانا ما يهمنيش الولد ده مكانه فين. فبيفضل يقول لها غبيه، غبيه يا دلال، لو كنت دلوقتي عرفتي مكان الولد ده حتى لو باي رقم، وكان ممكن ما هياخدوش برضه هتخلصيه. الا اني طبعا ما كانش قدامها غير ان هي قالت له هو ده اللي انا فكرت فيه. وده زي ما احنا شايفين في منتهى الرعب بعد الكلام اللي قاله جعفر، ومرضيش ان هو يشرب القهوة بتاعتها، وقال لها ان شاء الله هشربها في عزاكي. مجرد ما سمعت الكلمة دي طبعا توتر ورعب، واحنا عارفين دلال من النوع اللي يخاف ما يختشيش. فبتفضل تزن طبعا على شوقي وتقول له طيب انا دلوقتي انا اعمل ايه؟ انا دلوقتي في حماك، انت لازم تحميني، انا خايفه. بقول لها يا بنتي ما تخافيش طول ما انا جنبك. لا انت ما تعرفش جعفر، انا عشرته اكتر منك، ده لما بيقول على حاجه بينفذها حتى لو على رقبته. بقول لها الكلام ده كان زمان، دلوقتي جعفر مكسور وما يقدرش يجي جنبك حرفيا، وبالذات انتي، لاني عارف ان روحه في ايديا. فبتقول له طب في ايه؟ بيقول لها مالكيش دعوه. في الوقت ده بنعرف ونتاكد انه عايده خلاص حامل. فبتفرح جعفر بعد طبعا الحزن الشديد اللي انتابه من موت بلال شامه. فبتقول له افرح يا جعفر، وان شاء الله ربنا يكرمنا بولد ونسميه برضه عبد الجواد. فبتفضل تقول لها طبعا مامته الحمد لله يا ابن ربنا ان شاء الله يكرمنا بيه، وان شاء الله ربنا يعطانا فيه، فما تزعلش. في الوقت ده طبعا الحلقة بتاعت بكرة مش هيبقى فيها خناقة خالص مع شوقي، هو دلوقتي متربص للأحداث، وهنشوف ايه اللي هيحصل كمان. لو في جديد يا رب توقعات تكون عجبتكم، لو عجبتكم التوقعات ما تنسوناش في اللايك.